السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. النهاردة عايزة أقول لكم معلومة بالنسبة لغسيل الفراخ. أو النقع، أنا بعمل لها دورة نقع. بعد ما بغسلها أنا بجيب الفرخة كده بالشكل ده. طبعا بجيبها من هنا بتاع الفراخ، واقوم جايه حطاها وغسلاها غسله نضيفه جدا جدا جدا. بقطعها، لو انا مش هشويها بقطع الوراك وبمسكها كده بقطعها 4 او على حسب الجزء اللي انا بخلي الجناحات لوحدها والوراك والصدر لوحده، وادي عندي الكبده والقنصه. تمام. ده لو انا هقطعها مش هشويها، لو هشويها خليها مقفوله وبغسلها وبتطلع زي الفل. بالنسبه لمحلول النقع بتاعي بالنسبه للفراخ، محلول حلو جدا جدا. لو جربتيه مش هتشكريني عليه كتير جدا. بصي، محلول النقع بعد ما بنضف وبغسل الفرخه كذا مره، بغسلها 3 4 مرات. تمام. واشيل منها الزوايد اللي هي مش مستحبه في الفرخه، وبعدين ببتدي اقطعها زي ما انا عايزه زي ما قلت لكم. وبعدين بعمل لها محلول النقع اللي هو عباره عن ايه. محلول النقع بتاعي مش بغيره خالص. 3 معالق دقيق ابيض، 3 معالق دقيق، طماطمايه صغيره، طماطمايه، معلقتين كبار ملح، وليمونه. ما بحطش خل على محلول الملح ده، لان الخل لو حطيته وانا في محلول النقع الخاص بالفراخ بصراحه بتديها بتخليها فيها زفاره. لكن انا ده المحلول ده انا مجربه اكتر من مره، وبسم الله ما شاء الله بتبقى الفرخه بيضه وفله قشطه قشطه كده، ما فيهاش اي نوع من انواع الزفاره. فمحلول النقع بتاع الفراخ بيبقى عباره عن ايه؟ مره تانية: ليمونه، طماطمايه، ملح عادي، ملح الطعام، و3 معالق دقيق. بعملهم كلهم في ميه وبنقع فيهم الفرخه لمده ساعه، وبعد كده بشطفها شطفه جامده، وبعدين بسيبها تصفي في مصفى، وبعد كده بكيسها زي ما انا عايزه. بكيسها بعد كده في اللي انا عايزاه، اذا كنت هشويها هخليها زي ما هي، او هقطعها بقى اربع. تمام. انا قلت بس معلومه على السريع كده اقول لكم فيه بالنسبه لمحلول النقع الخاص بالفراخ. جربوها وان شاء الله تبقى المعلومه مفيده باذن الله. انا كده خلصت. غسلت الفراخ مرة واتنين وتلاتة واربعة، وخليتها نظيفة زي الفل. بسم الله ما شاء الله، يعني حجمها كبير حلو. ممكن اطلع منها بنين ان شاء الله. بس الاول هعمل لها محلول النقع. انا قلت برضو اوريه لكم. انا بشرت طماطمايه اهو. تمام. حتى كمان عندي القشر مش هسيبه، هحطه برضو على محلول النقع. تمام. الطماطمايه احط ملح، احط الدقيق، وهحط دلوقتي هعصر الليمونه وهحط ميه. انا كده عملت اهو محلول النقع بتاع اللي هنقع فيه الفراخ اهو. حطيت الليمونه. بعد ما عصرت الليمونه ترميها بقشرها، ترمي قشرها فيها مش هيحصل اي مشكله. وهنقع بقى الفراخ هنا لمده يعني نص ساعه، ساعه بالكتير قوي. وبعد كده امسكها اشطفها كويس جدا، واكيسها بقى. اذا كنت انا هعمل مثلا الشوي هخليه لوحده، والتحمير لوحده، والسلق لوحده، والشيش طاووق لو انا حابه ان انا اطلع منها شيش طاووق او بانيه. تمام. وكيسها واحطها في التلاجة. ده كان فيديو بسيط النهاردة لطريقتي في نقع الطيور. يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله، والى اللقاء في فيديو اخر. مع السلامة.